هاد الفيلم ديال واحد المجموعة من الأصدقاء، وقرروا باش يديروا واحد المغامرة ويدخلوا لواحد الكهف مهجور، ولكن بعد 10 ديال الدقايق غادي يكتشفوا شي حاجة كتخلع بزاف، غادي تخليهم يهربوا ويطلبوا المساعدة. ولكن المفاجأة هي واحد البنت اللي كانت معاهم غادي تخرج وتكتشف باللي العالم تغير بزاف، رجع غير صحراء وعواصف رملية، وغادي تشوف في السماء واحد المركبة فضائية، وغادي يكتشفوا باللي دازت عليهم 5000 سنة. هذا الفيلم غادي يبدا مع عالم الاثار هوبار، وكيكون يدور على عائلته اللي اختفت من بعد ما دخلوا لواحد الكهف في السبعينات باش يقلبوا على واحد الماء كيعالج الصحه وكيرجع بنادم للشباب ديالو وكيداوي اي مرض. وهنا هوبار كان ماشي حتى بان ليه واحد الكهف بعيد ومشى كيقلب فيه، ولكن الكلب ديالو حس بشي حاجه ماشي هي هذيك. ولكن هوبار كمل طريقه ودخل لذاك الكهف وشعل البيل، هو يبان له شي واحد تما وبان ليه من الحوايج اللي لابس ماشي من هاد الزمان هذا ديالنا، وكان غير واقف ما كيتحركش بحال الى الزمان وقف فيه غير هو. وهنا هوبار خدا السياره ورجع للدار وتلاقى بواحد جوج ديال صحابو اللي كان مخطط باش يساعدوه، ولكن قرر باش يمشي لذاك الكهف غير بوحدو وقال لهم باللي الخطه تبدلات، ورجع هوبار للكهف بوحدو. واول ما دخل غادي يكتشف واحد طبقه غريبه من الغلاف الجوي كتفصل الكهف على العالم الخارجي، وقرر يدخل لهاد الكهف لهاد الطبقه. ومنين دخل شاف داك الراجل كيتحرك، ودازت واحد اليومين وصحابو تقلقوا عليه لحقاش ما اتصلش بيهم ما عيط لهمش، وقرروا يمشيو يقلبوا عليه. ولكن هوبار كان واخد ليهم السياره نتاعهم، وقرروا باش ياخذوا السياره ديال صاحبتهم. وافقات، وهي اصلا كان عندها واحد البحث في المدرسه، وهذه الرحله غادي تساعدها، وخداوها معاهم وجابت حتى صاحبها معاها، ومشاو كاملين الموقع اللي قال لهم هوبار. ومنين وصلوا لقاو السياره ديال هوبار وفهموا باللي كان كيقلب على عائلته، ولكن هوبار كان قال لهم باللي كيقلب على شي ناس من السبعينات وهما مفقودين، ولقاو واحد الكرده طويله داخله حتى الكهف وبقاو متبعينها، وفي الاخير لقاوها مقطعه وعرفوا باللي هاد الكرده ماشي ديال هوبار لحقاش كانت قديمه بزاف، ومشاو جابوا الكردات ديالهم باش يدخلوا كاملين بيهم للكهف. ولكن واحد صاحبهم خاف يدخل معاهم وخلاو على برا من الكهف، وقبل ما يدخلوا اكتشفوا نفس الغلاف الجوي اللي كان كيفصل الكهف على العالم الخارجي، ولاحظوا باللي الهواء مختلف على اللي برا من الكهف. ولكن قرروا باش يدوزوا المرحله الثانيه من خلال هاد الطبقه هذه. هوبار اللي كان تابع ذاك الرجل واللي هو راعي البقر داخل الكهف، وهنا غادي يشوف شي حاجه غريبه بحال شي بحال شي واحد كبير كيشعل البيل وكيطفيه، وخطره وحده كيسمع شي واحد كيغوت وهو يهرب من الكهف. وهوبار اللي دخل الكهف من 5 دقائق مشى كيجري للسياره ديالو ولقاها كلها مغطيه بالشجر بحال الا دازت عليها شي 10 سنين، ولقى حتى السياره ديال صحابو ورجع عاوتاني للكهف باش يقلب عليهم. وهنا صحابو كانوا مازال داخلين الكهف وبقاو كيسمعوا الغوات وخافوا بزاف وهما يخرجوا من الكهف، ولكن منين كانوا خارجين تقطعات لهم الكرده، وخداو الكرده الثانيه ولقاوها حتى هي مقطعه، وكيحسب ليهم صاحبهم اللي خلاو برا الكهف هو اللي كيضحك معاهم، وبقاو يعيطوا له بالهاتف اللاسلكي ولكن ما كيجاوبهمش. ومن بعد ما سمعوا شي صوت من الهاتف اللاسلكي شي واحد كيطلب المساعده ويحسب لهم صاحبهم، ولكن الصوت عرفوه جاي من داخل الكهف، ومشاو كيقلبوا عليه وخلاو صاحبتهم اللي كانت مضروبه في رجلها. ومنين مشاو لقاو الكرده مقطعه وصاحبهم ميت، ولقاو الكاميرا ديالو حداه. ومنين خدموا الكاميرا باش يعرفوا شنو وقع لصاحبهم، كان مسجل واحد الفيديو ديالو كان كيقول فيه باللي لقى واحد الدفتر ديال ملاحظات سميتو ابو هوفر، ومكتوب فيه باللي الكهف فيه واحد المياه سحريه، وهاد المياه عندها القدره على الشفاء ديال اي مرض. وهو يتفكر باللي الاخت ديال هوبار كان عندها واحد المرض خطير، وهنا قرروا باش يمشيو للكهف ويقلبوا على هاد المياه السحريه باش يعالجوا بنتهم. وهنا صاحبهم داس عليه شحال من نهار وهو كيسناهم، ولكن صحابو ما كانوش فاهمين، وقرر ينزل يقلب عليهم داخل الكهف
لحقاش يحسب ليه ماتوا هنا ديك الايام الطويله اللي دازت على صاحبهم خارج الكهف، فهي غير شي 10 دقائق اللي صحابو داخل الكهف. ومنين كان نازل بالكرده الكهف شاف شي حاجه غريبه، باللي الكرده كتقطع وطاح على الارض ولكن كان باقي عايش. دخل في غيبوبه لمده ساعه ومن بعد عيط لصحابو في اللاسلكي. وهنا غادي يبان داك الراجل اللي ساكن في الكهف وغادي يقتلو، وهنا غادي ينقطع الاتصال. وصحابو اكتشفوا باللي شي حاجه غريبه في التسجيل، وبان ليهم باللي دوز غير ساعه وحده في الكهف. وبقاو يفكروا، لقاو عندهم غير واحد القرار، هو يخرجوا من الكهف ويقلبوا على شي واحد يساعدهم. وبداو كيخرجوا واحد بواحد، ومنين خرجت واحد صاحبتهم هي الاولى من الكهف لقات راسها في واحد المكان مختلف بزاف على البلاصه اللي دخلات منها في الاول. وشافت هاد البلاصه كلها صحراء وحجر وحتى الهواء مبدل، وما قدرتش تنفس. وشافت شي حاجه ضخمه كبيره طايره في السماء، وحاولت تتصل بالشرطه ولكن التليفون ما بقاش خدام لها. ورجعت للكهف من جديد. اول ما دخلت صحابها تعجبوا كيفاش رجعات بهذه السرعه. وهنا غادي يفهموا باللي خارج الكهف الوقت كيدوز بسرعه على داخل الكهف، والوقت داخل الكهف ما كيتحركش. وفهموا باللي الكوردات اللي خارج الكهف داز عليها واحد الوقت طويل بزاف، وداك الشيء علاش تقطعوا منين كانوا باغيين يخرجوا. منين كانوا يتفرجوا على التسجيل نتاع الفيديو اللي في الكاميرا ديال صاحبهم، شافوا باللي الشمس كتشرق وكتغرب بواحد السرعه خياليه، وحتى الصيف والشتاء كيدوزوا دغيا، وحتى عام كامل كيدوز غير في ثانيه. وهنا غادي يعرفوا باللي داز عليهم في الكهف تقريبا 5000 سنه، بحال الا دازت عليهم ساعه وحده. وهنا غادي تقرر واحد صاحبتهم تخرج من الكهف، وغادي تشوف واحد السلم مطور وغريب كينزل عليه واحد الشخص لابس ملابس فضائيه. وهنا غادي يبان راجل الكهف وغادي يهجم على الانسان الفضائي، وهنا الفضائي غادي يقتل رجل الكهف. وهنا غادي يخافوا وغادي يهربوا برا الكهف، وغادي يشوفوا بزاف ديال الناس مقتولين. ومره واحده غادي يبانوا واحد الناس من اهل الكهف، وغادي يفهموا باللي هما اللي قتلوا العائله ديال هوبار. وجا واحد من صحابهم وهجم عليهم، ولكن واحد من صحاب الكهف قتلوه. والبنات خافوا وهربوا. منين رجعت واحد البنت لقاتو ميت، وبان الانسان الفضائي وهز الجثه ديال صاحبهم وهو يحطها في واحد الماء. وصاحبهم رجع عايش من جديد بحال ما كاين والو. وجاو اهل الكهف من جديد وتهجموا على الانسان الفضائي وحيدوا له الكاسك من فوق راسو وما بقاش قادر يتنفس. وهنا وبغى يقتل اهل الكهف قبل ما يموت، ولكن شعل لهم واحد الفيديو فيه اخبار كتكلم على اختفاء البشر. وهنا غادي يفهموا باللي البشر خوا من الارض لحقاش ما بقات صالحه للحياه بسبب التلوث، وسافروا للفضاء وعاشوا على واحد المركبه من جديد. وهنا بقى لهم غير حل واحد، يا اما يسافروا حتى هما لهذا الكوكب او يبقاو عايشين في هذا الكهف ديما. وفرمشت عين بان هوبار وهو مضروب وطايح على الارض، وبانت ليهم واحد الطبقه منعزله. وفي الجهه الاخرى كاين اخت هوبار اللي اختفت من 70 سنه ومعها شي ناس من عالم اخر، والشكل ديالهم غريب بحال الى الزمان موقف عندهم، وكاملين بهم كيتقاتلوا على المياه السحريه. وهوبار بقى كيشرح ليهم باللي الكهف راه عباره عن حلقات من الزمن، وكل زمان عنده وقته. واللي مهم هو خاص تحميو هاد البير اللي فيه المياه السحريه. وهنا غادي يهزوا صاحبهم اللي مضروب وغادي يديوه لذاك البير وغادي يعالجوه بالمياه السحريه. ورماو حتى الجثه ديال صاحبهم باش يرجع للحياه. وعلى غفله غادي يدخل عليهم واحد الشخص وغادي يتهجم عليهم، والمجموعه لقاو راسهم ما عندهم فين يمشيو، وقرروا يخرجوا من الكهف وطلعوا من السلم ديال الفضائي. واول ما طلعوا لقاو واحد الطبقه غريبه كتفصل ما بين الفتحه والمياه، وهاد الطبقه
من واحد الناس من مخلوقات غريبة دايرين بحال البشر، ولكن الأجسام ديالهم تطورت بكثرة ما عاشوا في واحد الزمان مختلف، ولبسوا لواحد صاحبتهم اللي طلعت هي الأولى واحد القناع باش تقدر تنفس. ومنين رجعات هاد صاحبتهم كانت لابسة الحوايج ديال الفضائيين وعندها واحد الكردة غريبة، وخرجات كاع صحابها من الكيف وما تيقوش هاد الشي كامل اللي وقع ليهم، ولقاو واحد السفينة فضائية وهي اللي خداتهم باش يعيشوا في الكوكب الجديد.